على إثر الإعلان الذي أطلقته جمعية حقوقية أمريكية بضواحي العاصمة واشنطن والمتعلق بدعوة المواطنة المغربية أمينة حيدر لإلقاء كلمة حول البطل المجاهد عبد القادر الجزائري داخل إحدى قاعات مبنى الكونغرس الأمريكي. وعقب هذا الإعلان تقدم مجموعة من المواطنين الأمريكيين من أصول مغربية بطلب حضور الندوة بشكل رسمي، وكلهم يتساءلون لماذا يا ترى يتم اختيار مواطنة مغربية من الأقاليم الجنوبية المغربية للحديث عن المجاهد عبد القادر الجزائري، وهل لذلك أي علاقة بمغالطة الرأي العام الأمريكي واستغلال اسم المجاهد لجذب المزيد من الزوار، خصوصا وأن رسوم حفل الغداء بلغت $35 أمريكي. كل ما فيه هو أنه حاولنا أن نحضروا بطريقة سلمية بطريقة إنسانية في هذه التظاهرة اللي هي تظاهرة دعائية اللي تتقوم بها أمينة حيدر والممولين ديال أمينة حيدر. كل ما فيه هو أنه أصبحنا في أسماء في قوائم سوداء، كل مغربي إلا ما بقاش عنده الحق أنه يحضر في لقاءات من هذا النوع. لذلك مشينا حنا تنعبروا بطريقة سلمية على الرغبة ديالنا. حنا ما عندنا حتى شي خلاف، فقط مع أمينة حيدر وما تقوم به، لأن المسألة هي تحت غطاء منظمة تدعي أنها منظمة حقوقية. إذا مشينا بهذه الطريقة على أساس بعثنا الإيميل في الوقت المحدد، وكذلك أنه تبعناه بمكالمة وأديت الواجب ديال $35 اللي هي وجبة الغذاء. تيظهر ليا في أي مطعم من المطاعم في الولايات المتحدة أو في أي مكان تخلص الغداء ديالك أنك تحضر. نعم. لا، كانوا فقط أنهم تيجيبوا ضحايا، واحد الناس اللي ما عندهمش فكرة وما عندهمش معلومة على ما على المسألة اللي هي المسألة اللي عمرت سنين. تيجيبوا طلبة ديال المدارس، تيجيبوا ناس حقوقيين اللي ما عندهمش علم. طلبات المغاربة الأمريكيين رفضت، واقتصر الحضور على نخبة من الأكاديميين واللوبي المساند لأطروحة البوليساريو بواشنطن، ولا رأي فوق رأيهم داخل القاعة. صدق البعض أن الندوة أو حفل الغداء هي لتكريم عبد القادر الجزائري، وحين اكتشفوا المصيدة غادروا بعد وجبة غداء دسمة. أما المغاربة فقد وضعوا كمامات على أفواههم واعتصموا أمام باب القاعة، بل إن رئيس نادي واشنطن المغربي دخل خلسة ووزع منشورات توضح الحقيقة الغائبة وتؤكد أن المحاضرة مغربية وتحمل الجواز المغربي وتنادي بانفصال الصحراء عن المغرب، ولم تتعرض بسبب ذلك لأي أذى، والدليل أنها تغادر الوطن وتعود إليه دون قيد أو شرط، وأن أكذوبة تعرضها للاضطهاد هي مجرد اختلاقات وأكاذيب دعائية لأهداف سياسية. وعلى الفور تم إخراج السيد حسن صمغوني من القاعة، حيث قام أمن مبنى الكونغرس بالتدقيق في هويته ليسمح له بعد ذلك هو ومن معه بمواصلة احتجاجهم السلمي. Hi, how are you? Are you aware that we sent, our check, $35 check to come and attend? I never got a check, and I told you did. We did. As a member of Washington Moroccan Club, we sent an invitation because we are so proud, okay, of Aminatou. She's a Moroccan like me, and we are so proud of her, okay. And we were denied, to come to the event. Okay. You need to back up. I need to back up? You need to move away from that. Okay, sir. No problem.
I mean, can no problem. Yeah, no problem. You just tell me what you want me to do, I'll do it. No problem. وقبيل هذه الزيارة تقدمت قناة المهاجر بطلب تغطية الندوة، لكن طلبها وجه بالتجاهل، كما أن القناة منعت في مناسبات سابقة من مجرد طرح سؤال على الناشطة المغربية. لنكتشف بعد كل هذه التراكمات أن الأمر يتعلق بعملية تضليل ممنهج للرأي العام الأمريكي ولمساعد النواب في الكونغرس، بغية ثني إدارة الرئيس باراك أوباما عن دعم مشروع الحكم الذاتي، وهو المشروع الذي أكدت الإدارة الأمريكية على واقعيته وجديته خلال الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس للبيت الأبيض سنة 2013. تفاصيل ما حدث خلال هذه المناسبة نسمعه من نخبة من الأمريكيين المغاربة، والذين تحركوا بدافع الغيرة بشكل سلمي وحضاري بامتياز. مسألة الصحراء هي مسألة وجود بالنسبة للمغاربة، وهادشي اللي خلانا اليوم يعني نجيو هنا للكونغرس باش نشوفوا يعني هذا الحدث هذا اللي كتنظموا هذه المنظمة اللي كنقول انا وكنأكد انها غير حقوقية، خصوصا وان تعاملت واحد الانتقائية، يعني انها كانت كتعزل شكون اللي غادي يدخل شكون اللي ما غادي يدخلش، يعني خصك تكون فيصالي باش انك تدخل القاعة. تم المنع ديالنا بطريقة تعسفية ديالهم هما، ما خلاناش نحضروا لهذا الاجتماع. فوقفنا واحد ساعة تضامنا مع المغرب ومع الصحراء المغربية. احنا مشينا درنا احتجاج سلمي. نعم. فهمتيني؟ ما كنقلبوش على الصداع، ما كنقلبوش على هذه. حنا كان عندنا واحد الهدف الاول ديالنا، هو دوك الناس اللي جالسين تماك، فهمتي، اللي جالسين كيتغداو يعرفوا شكون هما حنا، يعرفوا بان راه كاين المغرب. نعم. يعرفوا بان راه المغرب اللي غادي يدويو لكم ديونهم عليه هما تماك لداخل، راه ماشي هو المغرب. هادو الناس دابا كاينين خرجوا شي ناس اخرين، نسيت ما قلتلكش هادي، خداو من عندنا الوراق كيسولوا، خداو ديك الورقه اللي كاتبين فيها حنا بان اميناتو مغربيه وهادي وهادي. هاد الناس هادو اللي تعرضوا تماك كاينين طلبه اللي ما على بالهمش، فهمتيني، كاين شي طلبه تما ما عارفين بيان سور، ما عارفين حتى المغرب فين جا. سي حسن بويبود، كنشكروك وكنشكروا كذلك الوطنيه ديالك والغيره ديالك على بلادك، وكنشكروا كذلك وكنطلبوا منك باش تشكر الاخوان جميعا اللي كانوا موجودين معك واللي جاوا من ولايات ومن اماكن بعيده. لباو النداء. احنا كجاليه نآمنوا بان الصحراء مغربيه وستبقى مغربيه الى الابد. نفس المنظر كتكون الهضره في الشكل وفي الترجمه كيهضروا هضره اخرى، وهذا الشيء هذا حنا كنستنكروا ولا بداش بغينا نحضروا باش نعرفوا بالضبط اشنو كتقول هذه السيده هذه، وشنو وعلاش داروا مع هذه المسائل على شكل سري حشومه عليهم. للاسف الشديد هي كتحمل جواز سفر مغربي، وجات اليوم دارت واحد الندوه مع واحد الجمعيه ديال الانسان اللي كتساندها، وحنا كما قال الاخ حتى حنا يعني صيفطنا لهم ايميل باش حتى حنا نكونوا ضمن الحضور، ولكن للاسف الشديد في اخر لحظه رفضونا، قلنا راه الاماكن مملوءه، ما عرفناش علاش. ويعني النقطه ديالنا حنا بعدا الهدف ديالنا وصلنا ليه، كلهم شافونا ودرنا وقفه احتجاجيه ودرنا سكوتش على فمنا انكم نتوما بغيتوا تخلونا نهضروا. حنا لا جينا كندافعوا على بلادنا.